السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلب الماجيكو. الله صحيح، هو الزمالك هينسحب تاني قدام النادي الاهلي؟ يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا ابني، ينسحب مين يا غالي؟ دي مسرحيه. عارف يعني ايه يا باشا؟ مسرحيه وهقول لك تفاصيلها من طقطق لسلام عليكم. بس بالله عليك لو جالك الفيديو ده وبتشوفه وما اشتركتش في القناه، انزل بقى بسرعه كده اشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يوصل لك كل جديد، عشان عايزين بقى نوصل الحلقه دي ل 10,000 مشاهده. وما تنساش كده تفعل زرار اللايك بايدك، افعصه كده يا غالي. عايزين الفيديو ده يلف اليوتيوب كله والفيسبوك وكل منصات السوشيال ميديا. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا غالي، انسحاب الزمالك قصاد الاهلي. طبعا كلنا عارفين ان الزمالك اصلا انسحب قبل كده قصاد النادي الاهلي كتير. خلينا بس نفتكر ايه اخر واحده كان انسحاب الزمالك قصاد الاهلي في ماتش السوبر. ليه؟ اعتراضا على لعب كهربا. وسبحان الله، يعني هقول لك ايه يا غالي ده ده يعني الاهلي ساعتها لاعب بيراميدز، والاهلي ما ابتداش بكهربا بالعند فيهم، والاهلي خد كاس السوبر. المره دي بقى ايه؟ القصه جديده ومختلفه. طبعا فيها كهربا عامل مشترك برضه موجود، ولكن بقى في حد تاني. قال لك الزمالك هينسحب قصاد النادي الاهلي اعتراضا على عقوبه نبيل دونجا. بيعترضوا على عقوبه نبيل دونجا. طب هي ايه اصلا قصه نبيل دونجا دي؟ طبعا كلنا شفنا ان نبيل دونجا في ماتش الاتحاد بعد ما احرز الزمالك احد الاهداف في نادي الاتحاد، نبيل دونجا احتفل مع سيد زيزو كده. طبعا سيد زيزو يعني ملوش ذنب ولا حاجه، بفعل كده فاضح يعني لا مؤاخذه، يعني ربنا يستر علينا وعليكم جميعا. تمام؟ الفعل ده طبعا اتصور ومصر كلها شافته، ودي حاجه ما ينفعش اصلا يا جماعه انها تتعمل، يعني لا في الملعب ولا بره الملعب. يعني حتى انتوا لو صحاب ما ينفعش تهزروا مع بعض كده، لا قدام الكاميرا ولا خارج الكاميرا، والا تبقى مصيبه يا غالي. فهو دلوقتي العقوبه اللي صدرت بقى بيقول لك ايه؟ العقوبه بيقول لك ان ايقاف نبيل دونجا 4 ماتشات وغرامه 50,000 جنيه. يا نهار ابيض، كل ده ليه؟ عقوبة 4 ماتشات و50,000 جنيه. بس خد بقى التقيلة يا غالي، التقيلة يا غالي ان اصلا حضرتك العقوبة دي ما صدرتش اصلا عن لجنة الانضباط. يعني بقول لك احنا سمعنا. تمام؟ مش بقول لك يا برنس مسرحيه، سمعت مين حضرتك؟ يعني انت سمعت ان لجنه الانضباط بعتت لاتحاد الكوره العقوبه دي؟ لحد دلوقتي يا جماعه العقوبه دي اصلا ما طلعتش رسمي، لا من لجنه الانضباط ولا من اتحاد الكوره. مفيش حد من الجهتين دول طلع قال ان نبيل دونجا معاقب بانه يقف 4 ماتشات وغرامه 50,000 جنيه. طب خد الانقح، نبيل دونجا اصلا مصاب. ايه تاني حضرتك؟ نبيل دونجا مصاب حضرتك، يعني حتى هو موقوف لوحده، هو اصلا مريح لوحده. فهي هتفرق معاك ايه حضرتك ان هو مصاب ولا غير مصاب؟ فهي يا باشا ايه؟ مسرحيه هزليه كوميديه من مسرحيات سياده الموسيقار واعوانه. تمام؟ طب المسرحيه الهزليه الكوميديه دي هم عايزين بيها ايه؟ عايزين بيها يا غالي ان هم يضغطوا على اتحاد الكوره. من الاخر يا جماعه، انتوا لازم توقفوا كهربا، لازم كهربا يقف، مش هينفع يلعب ماتش الزمالك. ما كفايه، ما احنا انسحبنا قبل كده قدام الاهلي، هيلعب تاني هننسحب تاني اهو. لازم كهربا لازم العقوبه بتاعت لجنه الانضباط تتطبق على كهربا برضو. اشمعنى دونجا بس؟ فاحنا يا جماعه ما عندناش مشكله ان احنا تمام هنقبل العقوبه بتاعت دونجا، بس في نفس الوقت اهو احنا بنحترم قرارات اتحاد الكوره وبنحترم قرارات لجنه الانضباط. تمام؟ بس في نفس الوقت الاهلي برضو لازم يحترم القرارات دي وكهربا يتوقف. فهو يبقى كده يا غالي عمل البوليكه اللي ملهاش اي 30 لازمه دي، وبدونجا اصلا مصاب ولا هيلعب ولا بزراميط. تمام؟ وقال لك ايه؟ اخدها كده حوار، والليله دي كلها اصلا طالعه من قلب كده اعلام نادي الزمالك، لان مفيش حاجه اصلا طلعت من لجنه الانضباط ولا حاجه طلعت من اتحاد الكوره، وهي كلها بروباجندا فارغه. هدفها ايه؟ هدفها ان احنا نضغط على اتحاد الكوره علشان كهربا ما يلعبش. تمام؟ علشان كهربا ما يلعبش، وكده كده دونجا مش هيلعب. طب اصلا الزمالك اصلا لو لعب الماتش الجاي، او لو الزمالك انسحب الماتش ده بتاع النادي الاهلي، مبدئيا الزمالك لو انسحب رسميا قصاد النادي الاهلي، تمام، هما ده بالنسبه لهم عادي جدا، لان هم كده كده صعدوا الكونفدراليه، فحتى ال3 نقط اللي يخسروها دول ولا فارقين معاهم حاجه خالص. وسيبك من حته الكرامه، لان يعني هقول لك ايه، مفيش اصلا كرامه حضرتك، مش فارق معاهم ان انا انسحب قصاد الاهلي يعني، ولا هم هيتعايروا ولا اصل دول الناس لا مؤاخذه جتتها منحسه، مش هيفرق معاهم حضرتك الكلام ده. ننسحب عادي، بننسحب هم كده.
مش هتفرق معاهم. تمام. الاهم من كل ده، هو ليه اصلا عايز ينسحب؟ عايز يا باشا ينسحب اصلا علشان امبارح طبعا بنسبة كبيرة جدا انت عارف ان النادي الاهلي بعد التعادل مع فيوتشر بقى تقريبا مباراة حسم الدوري مع الزمالك، فقال لك يا نهار اسوح يا نهار اسوح، ده كده الفرحة هتبقى فرحتين حضرتك، كده الفرح الاهلي هيخش يفرم الاسماعيلي ويفرم الاتحاد، ودلوقتي اصلا يعني الفوارق الفنية والفردية بين النادي الاهلي وبين نادي الزمالك واسعة جدا، فهوبا كده بقى الاهلي يلعب مع الزمالك، يوم الاهلي هوبا حاطط على الزمالك، ادي فرحة يا نهار، ده احنا هنقعد نزيط بقى فيها حبه دي، لا مش كمان كده، ده احنا كمان هناخد الدوري بالماتش ده هتبقى حضرتك الفرحه فرحتين، يا لهوي ده الفرحه فرحتين حضرتك، ده كده ده حوار كبير قوي سعادتك. ازاي كده يا جماعه؟ يعني انت ازاي الاهلي يكسب وكمان ياخد الدوري؟ يا نهار ابيض. لا احنا عايزين بقى ننكد على الاهلي، ننكد على الاهلي وننكد على جمهور الاهلي، فنعمل ايه؟ نقعد بقى نطلع بالبروباجندا والحوارات الفارغه اللي انا حكيتها لك من شويه دي، اللي اصلا ملهاش اي اساس من الصحه، هم اصلا طالعين عاملين فقاعه كده وبوليكه واي حاجه ملهاش اي 30 لازمه. تمام. المهم اصلا علشان اريحك، يعني عشان اريحك خالص، خلينا ايه نمسكها حتتين. تمام. والله الزمالك انسحب، الف مبروك. تمام. مش هنلعب الماتش، ما عندناش مشكله، الف مبروك الدوري. وعلى فكره برضه هيبقى طعمها حلو، يعني لما ناخد الدوري من الزمالك والزمالك منسحب قصادي، دي برضه طعمها حلو، ما انتوا مش عارفين. الله تصدق وربنا دي طعمها حلو جدا، دي طعمها جميل. طيب جم لعبتوا، تمام، ما عندناش ان شاء الله هنحط عليكم، تمام، وهنبقى كسرنا عليكم للمره ال10000، تمام، ونبقى برضو خدنا الدوري، تمام، برضو منكم. فالحمد لله رب العالمين، مصائب قوم عند قوم فوائد. والله العظيم يا جماعه التعادل بتاع فيوتشر امبارح ده تعادل من ذهب كده، خلى سبحان الله هتنسحب، تمام، هيبقى برضو الدوري طعمه حلو ولذيذ، هتلعب هتاخد في عينك لا مؤاخذه، وبرضو الدوري هيبقى طعمه ولذيذ. تمام يا برنس، تمام يا غالي. خلص الفيديو يا جميل كده بتاع النهارده. لو وصلت بقى معايا لحد دلوقتي في الحلقه الحلوه دي، وما تنساش بالله عليك تضغط كده زرار اللايك، علشان عايزين المحتوى دي والقناه دي تكمل بعون الله بيكم وليكم ان شاء الله. سلام.